السلام عليكم. طبعا من قبل ما نبدأ المقطع حبيت اني اقول لكم في رابط تحت بالدسكريبشن لبيع الكونز فيفا، طبعا بأرخص الاسعار وفي عليه تخفيضات بعد زيادة، فزوروا الموقع وان شاء الله انه يعجبكم. يلا خليكم مع المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يا شباب؟ شو تسوون؟ ان شاء الله طيبين. جبت لكم اليوم مقطع جديد. طبعا ذا المقطع راح يكون كيف تجمع موارد وكيف يعني تسوي لك ترتيب الموارد وكذا. طيب طبعا انا عندي مقاطع تحت راح تشوفونها بالدسكريبشن. طبعا كلها حقت ترتيبات قرات الموارد. طيب في شوي لاج زي كذا. المهم اول شيء المتطلبات انك شو اسمه تجمع فيها موارد وكذا. طبعا المتطلبات الاولى ممكن كذا الصوت. المهم ان يكون جيشك طبعا يكون رخيص. طبعا هذا هو الجيش اللي انتم تشوفونه، هذا هو اسمه بارش، يعني برباريان وارشر. يعني هذا لتجميع الموارد. طبعا كيف وش اسوي اذا انا كنت ابي تجميع الموارد؟ لو تلاحظون بالفترة الاخيرة كانت ماني مطور هذا ولا شيء، كان هذا الليفل 7 وهذا الليفل 8 وكذا يعني. فشوفوا كيف ما شاء الله بسرعة، حتى هذول كانوا مصانع ليفل 7. فيعني كني استعملت جواهر بالسنة، والله العظيم ما استعملت ولا جوهرة من آخر شحنة هذيك المقطع. فيب المهم بسم الله نبدأ. مثل ما قلت لكم جيش ما يكلف، يعني مو تسوي لك بيك وتقول بهجم موارد أو هذه. إذا أنت تبي هذا الأشياء لازم تكون يعني من الأقوياء ثم تسويها. طيب يكون ما تستعجل بالتون هول لما تمكس كل شيء يعني يصير ماكس. نشوف استعجلت شوفوا هذا كيف مليون كذا. طيب مثل ما قلت، وهذه طبعا هجمات موارد. طيب أهم شيء شوفوا كيف تحط كذا البربريان يصير قدام، فاهمين علي؟ ويكون الارشر هو اللي يجمع الموارد، يكون الدفاعات راح تكون على البربريان. لو تلاحظون شوفوا كيف نكثر الارشر. جيت هنا زي كذا، وثم نشوف حتى حطيت البربريان وماتوا. هنا ما بقى الا هذا المصنع، هنا برضه ما بقى الا مصنعين وغير هذول يعني. فزي ما تشوفون حطيت هذول، على طول شلو. حطيت هنا البربريان وهذا الارشر. شوف كيف. والحين يعني انتوا تقولون وش فايدة السور؟ اذا انت حطيت السور قصدي البربريان والارشر، تحط وراهم السور حبتين كذا، ثم حبتين يعني ورا بعض. زي ما تشوفون انا الحين هجمت من هنا قبل انا شيء. زي ما تشوفون يوم فتح السور حطيت الارشر هنا لانه انفتح من هنا، حطيت شوي من هنا. طبعا يوم شفت ان الملك حقهم جاء فخفت، ثم على طول لو تلاحظون ما حطيت البربريان عشان ما يجيهم ويقتلهم. وبس خلنا نشوف كم نهبت. زي ما تشوفون نهبت 368 ألف جولد و316 ألف من الإكسير، والجولد 368. المهم
طبعا الكؤوس هذا نسيت أقولها. الكؤوس إذا كنت تنهول مثال نقول 7، مثلا 7 ما بين 1200 إلى 1300. وإذا كنت تنهول 8 ما بين 1400 إلى 1600. إذا كنت تنهول 9 1700 إلى 1800. مثلا كنت تنهول 10 يكون 2000 إلى 1900. وإذا كنت يعني مثال تنهول 6 يعني يكون 800 كوسك. كنت تنهول بعد 5 يكون 800 مثل ذا عشان الموارد هنا. طيب شوفوا، وخلنا نوريكم هجمة ثانية. نسوي كذا. أنا ودي إني أوريكم الهجمات اللي ندخل على القرية. شوفوا هذا، شوفوا هذا. لو تلاحظون المخازن داخل هنا، هذا بعد داخل وهذا بعد داخل وهذا بعد داخل. فزي ما تشوفون هنا في مباني كسرتها. مشكلتي إني حطيت كثير لأني تحمست بالموارد. فيب المهم اوكي باك. طبعا اخوي دخل علي غلط. المهم زي ما تشوفون هنا حطيت يعني ما ادري وش. شوفوا هذول كيف دخلت عليهم. طبعا التنهول انا ما علي منه، اهم شيء الموارد. طيب هنا حطيت البرق، 3 برق. طبعا زي ما تشوفون تأخرت شوي لأني كنت محتار وش أسوي وش ذا. حطيت هنا عشان يكسرون هذا عشان أدخل على هذا، فشلته. حطيت هنا بربريان وارشر. هنا 2 برق. حسبت انه بينكسر، أثر ما انكسر. ثم قلت خلني أحط 1 زيادة يعني 3. وواحد هنا برق. هنا سبت هذا بعد بينكسر فما انكسر، فحطيت أرشر كذا شوي فانكسر زي ما تشوفون. شوفوا حطيت هنا زي ما تشوفون كذا. أحط مو أحط الصور ثم ذا أحطهم كذا يعني زي من الأرشر يحمون ذا. حطيت هنا الملكة عشان على طول. ثم فكرت إني أخذ 50% أثره ماذا، وحطيت الكلام بالغلط. طبعا كنت بحط الكينج أو الملك. زي ما تشوفون طبعا كلها أطور فيها ما يبقى معي شيء. هذه يعني خلاص ما بقى إلا شوية أمكسها وبروح أوريكم كيف يعني تركزون. شوفوا هذا كيف دخلت عليه. طبعا كؤوسه شوفوا كيف. أنا أول شيء بديت من هنا الهجوم خلاص. حطيت الارشر كذا. طبعا اذا انت حطيت الارشر مو تحطه كذا كذا كذا، لا تحطه كان البربريان تحطه كذا يعني. المهم كذا مو كذا يعني كذا خط. بس اذا كان ذا بصبع يعني كاثنين وعلى طول يضبط. المهم زي ما تشوفون حطيت ذول. ثم فكرت فيها قلت بالله اخسر كؤوس لكن كؤوسي 1000 مثل ما قلت 1700. فأبي أحطها فوق شوي. فدخلت عليه حطيت شوف كيف ينحط البربريان. حطه بأصبعين زي كذا. وطبعا راح يكون شوي المقطع طويل وبس. هذه الفائدة اللي أنا أبي أوريكم إياها. شوف كيف هنا دخلت حطيت الملك خاصيته. كنت شو اسمه ماني بحط خاصيته، كنت بحط بالكلان. ثم أعطيته خاصيته هنا. شوفوا أن دميت يوم حطيت الخاصية هنا. ممكن ولا حوالي 20 أرشر كسرون السور. دخلوا على السور. الملكة معهم ماتوا نص. لا مو ماتوا.
خلاص تقريبا خذينا البيت وكل شيء، خلاص انسحبت هنا. طيب طبعا المشروبات هي ما لها داعي، بس لازم برد كذا، حتى لو فلوسك شوي حط برد، لأن البرد الإكسير زي ما تشوفون عندي الإكسير 23,000، يعني 24,000، يعني ما أقل من 100 عشان أطور الملكة اللي بالأربعة عشان أطلع خاصيتها. اوكي خلنا نهجم او اوريكم كيف يعني هجماتي وكذا. طبعا اول ما تشوف هالقرية سوي نكست، لما تلقى قرية بالمئات يعني 100,000 وكذا سوي نكست. اوكي اسف اذا سمعت ازعاج بس يلا اسف. كذا آخر كنا جينا يعني ما أدري كيف أقولكم، بس المهم إنه وإن شاء الله إذا وصلنا 150 مشترك راح أسوي السيت اب، والمكان اللي أنا أصور فيه هو راح ينزل خشية، وطبعا يعني كيف أقولكم والايباد اللي أصور فيه وكذا يعني. طيب هذه القرية يعني بهجم عليها لأني أصور، والله يعني مو قصة إني أهجم عليها كذا، بس والله عشاني أصور ما أبي أطول المقطع، فبهجم عليها بوريكم كيف أنا أخش عليها. مثلا نقول الجولد الإكسير هنا، تخيلوه إنه هنا خلاص. أوكي نقول بسم الله. شوفوا على أصبعين أنا أحط، أسوي زي كذا وأحط زي كذا، أحط واحد هنا واحد هنا زي ما تشوفون. أحط الملكة، أحط وراء ذا يشيلون اللي هنا، يشيلونه أحط زي كذا شوي. والله 30 ثانية، 27 26 23 21 بوف. اوكي كفو 100% زي ما تشوفون. يعني تخيلوا ان هذا الموارد 400 و400 ألف، يعني شي مجنون زي ما تشوفون. وبس ان شاء الله ان المقطع ما في يعني زي ما تقولون انه وشوشة او شي زي كذا، وان شاء الله ان المقطع واضح معكم. وبس يلا كان معكم علي قرب كي لقلق ندخل. يلا كان معكم علي قرب، مع السلامة.